السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب يكونوا كده بخير. النهارده بقى هنعمل معاكم العدس ابو جبه. وده طبعا العدس ده محطوط عليه ميه مغليه منقوع فيها لمده ساعه. بصوا زي ما انتم شايفين كده بقى فيه طراوه، ويعني بصوا الحبايه كده حلوه معايا وزايده معايا وطلع منه اللون الغامق، لان انا جبت ميه سخنه حطيتها عليه وغطيته علشان يطلع اي غازات او اي حاجه في العدس. تحت الحبايه بيكون في ماده ضاره بتطلع. وطبعا معايا بقى هنا فلفل وطماطم ومعايا بصل. معايا بقى حله على النار زي ما انتم شايفين كده بقى اهيت. هنحط بقى فيها، ننزل بقى بالبصله. هنقلب بقى كده البصلايه تشويحه كده محترمه كده على النار. وبعدين العدس ده يا جماعه ليه فوائد وبروتين. العدس ابو جبه ده اصلا مش واخد حقه غير في الكشري، لا احنا كمان بنطبخه. مش بس اللي احنا نعمل العدس في الكشري بس، لا ممكن نعمل كده اكله حلوه لاولادنا بيه. هو مفيد جدا. شويه عدس هما كانوا صغيرين كده حبه صغيرين، وبعد ما حطيت عليهم الميه المغليه نفشوا معايا بسم الله ما شاء الله. عارفين الحبه الحلوين دول هيبقى على قد الحله. طبعا الفلفل والطماطم دول هينزلوا مع بعض. هنجيب بقى طماطمايه كبيره حمراء هنقطعها لوحدها وننزل بيها فوق التسبيكه، تاخد لها شويه كده مع التسبيكه. وهنيجي حاطه كمون وفلفل وملح. وتابعوا معايا الخطوات. احلى عدس بجبه ما شاء الله عليه بصراحه يا جماعه. بالفلفل يتاكل اكل. وديت هتعتبر وجبه في الغدا. عايزين تعملوا في ريحه مثلا رز بشعريه برضو جميلة، عايزين تاكلوا كده برضو منها كده وتغمسوا بالعيش ومخلل او الحاجة اللي انتوا عايزينها. هي بسم الله ما شاء الله وجبة غذائية جميلة. ممكن احنا مثلا نعملها لو انتوا عاملين اي حاجة تانية ماشي. ممكن تعملوا ديت زي غموس لولادكم. الناس اللي بتقول لكم الحاجة غالية والحاجة مش عارفة طب يا جماعة، طب ما انتوا ممكن تعملوا يوم كده ويوم كده. والدنيا سهلة. ويوم فراخ، يوم لحمة، يوم كشري مصري، يوم عدس بجبة، يوم فاصوليا. يعني الدنيا هتمشي يا جماعة ان شاء الله بإذن الله. احنا في خير وداخل علينا شهر مفترج وعندنا كل حاجة، واحنا في الحمد لله ما شاء الله. يعني مش حاسين بأي حاجة، يعني كده حاسين اللي هي في رمضان داخل علينا بالكرم. وزي ما انتوا شايفين كده معايا بقى الطماطمية ديت اللي هنحطها فوق تاخد لها تسبيكه كده حلوه. انا كان المفروض نطلع كل حاجه لوحديها. هنحط قرن الفلفل ده هنخرطه هنا مع الفلفل. وهو خلي بالكم هو مش حامي، بس ممكن يكون حامي سنه صغيره، يعني يا دوبك طعم كده الحرقان. بصوا هناخد الجزء ده كده بس، لان يعني الجزء اللي هو بيكون اللهم صل على سيدنا محمد فيه اللي هو الحب ده، الجزء بتاع قرن الفلفل اما بيكون من جوه كده ناحيه الحب ده كده بيكون حراق اكتر. فاحنا بناخد الجزء الهادي شويه. هننزل بقى ده على البصله ونشوف بعد ما تتسبك هنعمل ايه. نزلت بقى بالطماطمايه وادي الطبق كده شويه الطماطم. نقلب تقليبه كويسه كده ونغطي عليها ونسيبها تتسبك شويه. وبعد ما تسبك معايا بقى هننزل كده بالفلفل والطماطم الثانيه تكمل التسبيكه. وانا عملت الخطوه دي يا جماعه لسبب علشان الفلفل يبقى معايا كده في قرشه وحلو ماشي وما يتبلش معايا جامد. هنسيبه بقى كمان شويه، مش عايزه نكمله في الطياب كتير. هنحط بقى نقطه من الملح عشان تنزل كل السوائل اللي فيها الخضار دهوت، ونسيبه كمان شويه. هنحط بقى كده نقطه من الملح ماشي زي ما قلنا تنزل السوائل معايا وانتم مش متخيلين الريحه عامله ازاي. هنحضر بقى كوبايه ميه كده، ميه مغليه او ميه من الحنفيه زي ما انتم متوفر معاكم. بس بعد ما دي تتسبك يا دوبك دقيقتين 3 كده 3 بالظبط.
زي ما انتوا شايفين بقى هنحط لها بقى التوابل بتاعتها. معلقه كده من الكزبره، معلقه كده ايه من اللي هي بتاعت الشاي، معلقه صغيره ماشي، عشان دي يا جماعه جميله خالص للعدس. العدس بيحب الكزبره. وهنحط نطره من الفلفل، وحطيت كده الفلفل، وهنحط برضو الكمون، وبعد كده بقى ايه بصوا الريحه، التوابل مع دي اتسبكت تسبيكه محترمه. هنيجي حاطه بقى ايه كوبايتين من الميه او كوبايه ونص كده لو المج كبير، او لو شوب كده بالحجم ده كده يبقى كفايه. ده كده على حسب بقى ايه ما انتوا عايزين التسبيكه بتاعتكم، تقيله خفيفه، لان العدس لسه هيتقل كمان فيها. بسم الله ما شاء الله، بصراحه الريحه طالعه عليا رهيبه. هنحط بقى معلقه من الماجي، ودي هتدي طعم يا جماعه جميل خالص للعدس. دي بس هي يعني على طرف المعلقه كده، تعتبر معلقه ايه مش مليانه، لو المعلقه صغيره حاجه بس صغيره كده بتدي طعم. يبقى احنا حطينا كزبره وفلفل وكمون وملح وبس والماجي. ننزل بقى وهي كده بالعدس بتاعنا المنقوع. بصوا لونه متماسك معايا، هو يدوبك بس يتحط عليه ميه مغليه لمده ساعه. بجد يا جماعه قيمه غذائيه حلوه خالص، جربوه. ناس ياما كتير من زمان بتعمل العدس ده كده. لسه بقى هيتسبك كده، ولو مثلا عايزين لون الحمار اكتر هنحط له معلقه كده من الصلصه، وهنسيبه بقى ايه شويه يكمل سواه. بصوا بقى العدس بتاعنا عامل ازاي يا جماعه. بصوا بسم الله ما شاء الله، الفلفل والطعم، ومش عايزاه مهري كده، عايزاه كل حبايه كده ماسكه نفسها، كل حبايه ماسكه نفسها كده زي ما انتوا شايفين. مفيش حاجه منها مثلا واحده مفرقعه كده او حاجه، علشان تكون طعمها جميل معايا. الريحه تحفه زي ما انتوا شايفين اهوت، والريحه تحفه زي ما بتقول لكم جنى. هنبدا بقى ايه نغرف. وادي يا جماعه بقى العدس بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، وجبه غذائيه جميله ما شاء الله. طبعا حبايب قلبي، انا هعمل لكم كل الحاجات اللي هي فيها القيمه الغذائيه دهيت، وحاجات بسيطه، حاجات مش مكلفه. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير، كومنت كده حلو منكم بيكبر الخاطر. ويا رب نكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كالحين